بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. خرج بن كيران تيعتذر على ديك الكلمة اللي قال قندوح ملي شاف بأن هذاك الشيء ما قدر ليه والو، يعني داك الشيء اللي بيوصل ليه ما وصل ليه، بالعكس كلشي تهجم عليه وهو يجيب الاعتذار. لأن أزولاي ما عمرو يخرج يقول لك راه الصويرة ديالتي ولا عليه ما يقول لك انا اللي كنتحكم لك. هذا هو غير لان بن كيران تيجلس واحد المده وتيخرج بشي حاجه، تيدير دوك لي زيتانسيل، تيشوف واش هذوك لي زيتانسيل ديالو بات تشعل العافيه، بات تنوض الفوضى ولا لا. ملي ما تيشوفش سميتو تيدير الاعتذار. بن كيران راه تهجم حتى على جلاله الملك، قال ليه الملك ماشي هو الله. واش عمر جلاله الملك قال انا هو الله؟ واش عمر شي واحد في تاريخ المملكه المغربيه خرج بان خرج قال جلاله الملك سوى جوج الناس، المهداوي وبن كيران؟ المغاربه كلهم تعتبر جلاله الملك هو الخليفه الذي يجدون فيه صفه العداله والاستقامه والصدق والامانه. لذلك قيل بان السلطان ظل الله تعالى في الارض وليس الها كما يدعي بن كيران. بن كيران دائما يدعو الى الفوضى. خص المغاربه يعرفوا هذا الشيء، هذا خص المعارفه ياخذوه كعدو، ماشي كانسان عادي. لا، بن كيران راه واعر، تيبغي ديما ينتقم، حيت داكشي اللي داز عليه في الثمانينات والتسعينات وداكشي وبغى يخلفو. شوف غير اش دار في صندوق المقاصه، شوف اش دار في التعليم، شوف اش دار في الصحه، شوف اش دار في التقاعد، كله هو ضد المواطن. وتيحلف بانه بقى فيه الحال ملي ما حيد السكر والزيت وداكشي، باش تعرف فين وصلت فيه العداوه. بن كيران هو اللي صديق المغرب هو تيتخذوا عدو له، واللي الاعداء ديال المغرب هو تيتخذهم اصدقاء. مثلا نشوفوا الدوله الامريكيه. شوف اش دارت مع المملكه المغربيه في الصحراء، في جميع الوسائل اللي كسميتو ديما تتلقى المملكه المغربيه، الولايات المتحده الامريكيه واقفه جانب المملكه المغربيه. ولكن بن كيران تهاجمها. شوف غير هاد الايامات هاجمها، قال لك الحضاره ديال الامريكيه راه غير داك النهار، ماشي قديمه جديده، احنا اللي تنعرفوا نطيبوا الماكله ديالهم ما سميتوش، حنا بينا في ماكدونالد. اش جابك انت لهذا الشيء هذا؟ اش بغيتي انت في ماكدونالد ولا بغيتي تشعل العافيه؟ راه ما تشعلهاش. هاجم فرنسا ملي شاف ماكرون، اعترفوا بالصحراء المغربيه وعطاو سميتو، عطاو الخرائط، حلوا القنصليه ديالهم في الداخله. هو يخرج وقال لهم ها ماكرون وهذاك المدلول، واعترف لنا غير مره واحده بفلسطين. هو الصحراء ما بغاش يعترف بها، هو غير فلسطين. حيت فلسطين علاش؟ حيت فيه صحابو، حيت فيها اسماعيل هنيه الله يرحمه، وفيها حماس وداكشي علاش كيدافع. شوف اش دار مع نهار داروا المؤتمر الحزبي ديالهم، باش بداو صيفطوا دي كونفوكاسيون للحماس باش يجيو يشاركوهم في المؤتمر ديالهم. هذه غادي نديروا هذه المقارنه ونحطوا في هذه الجهه حماس وبن كيران، وفي هذه الجهه حماس وتبون وبوليزاريو. ابن كيران تيغني تيشطح مع حماس في هذه الجهه، وبن كيران وحماس وبوليزاريو هازين الرايه ديال البوليزاريو تيقولوا المغرب الصحراء ماشي مغربيه. شوف الاحساس ديالكم كي غيكون بين هذه المقارنه. وشوفوا الاحساس وشوفوا عاوتاني بن كيران مع وزير الخارجيه سيبوريتا تيخرج مرارا وتكرارا تيناشد ايران وحزب الله، تيقول لهم ودي داكشي اللي كديروا فسميتو اللي كتعطيو ديال التبرعات للبوليزاريو راه ماشي قانوني. هذيك راه غير مجموعه عرفتوا شكون اللي صنعها، شكون الهدف ديالها، هو سميتو راه تيخلقوا لنا مشاكل تمايا، ما تيخليو التجاره تزدهر تستمر، تيخلعوا لنا الناس ديال تمايا، واني لا ما كانش مع منتظر. الله تبارك وتعالى استجب،
جا ليحيدهم من الخريطة السياسية ديال العالم بصفة نهائية. ولكن اللي غريب الأمر أن بن كيران جا نهار عرف بأنه بيدفنوا حسن نصر الله مشى تيجري، هو الأول وقف عند راسو تيبكي، يعني أنه ديما الأعداء ديال المملكة هو تياخدهم أصدقاء، والأصدقاء ديال الأصدقاء ديال المملكة المغربية تياخدهم أعداء، والأعداء ديال المملكة المغربية تياخدهم هو أصدقاء، ديما هو العكس، ديما هو العكس. إذن جميع المغاربة يهجموا عليه، ما يبقى حتى واحد ما سميتو، وحتى واحد شتي لي لاح ورقة ديال بن كيران في صندوق الاقتراع راه هو خائن. والمدينة فاش طلع بن كيران تعرف بأنه كان تما إنا ما خصكم تصوت عليه، حاربوه باش ما اللي قال زهير ابن أبي سلمى: ومن لم يجد عن حوضه بسلاحه، يعني ومن لم يدافع عن حوضه، الحوض هو الوطن. يقول لك شي واحد الا تخاصمتي معاه ولا قاسك في الوطنيه ديالك ولا قاسك في الوطن ديالك تقول له بارك عليك راه عفسي على الحوض ديالي، يعني الحوض هو الوطن. ومن لم يجد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. هنا ما كنشجع على الظلم، واني كنشجعوا على العدو، باش ما هجمتي على العدو ديالك اللي تيقيسك في بلادك وتيقيسك في الوطن ديالك وتيقيسك في الوطن اللي قلتي ليه راه صحيح. ولكن أن تظلم أحدا كما بيكون، يكون يهودي، يكون نصراني، يكون مجوسي، يكون عربي، يكون شليح، يكون الظلم ممنوع. الله تبارك وتعالى حرم الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذا الظلم هنا لا، ولكن مع العدو يجوز، دير فيه اللي بغيتي، هاجم قول ليه اللي بغيتي، لأن بيئتك. لأن الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن ينمو عن طريق السعي الحثيث إلى اكتشاف المواطن لذاته ومحيطه أولا، ثم عن طريق المعرفة والمعايشة والقرب ثانيا. ومن خلال هذا الاكتشاف تتشكل لديه الاقتناعات والتصورات المرتبطة بوجوده، والوعي بمختلف الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يساعده بعد ذلك على بناء المواقف والاتجاهات ومناقشتها في ضوء القيم السامية للمواطنة، كما يساعده على بناء القدرات والمهارات التي تمكن من الإبداع والابتكار والتميز من أجل تطوير مسيرة الوطن وتغذيتها بكل الأساليب التشجيع والتحفيز. وشكرا والسلام عليكم.